يا صباح الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة بقى هنعمل وصفة جميلة قوي من وصفات رمضان. هنعمل مع بعض البلح الشام بطريقة سهلة خالص. هيطلع معاكي بإذن الله مقرمش من بره، وحتى لو قعد معاكي في التلاجة يومين او 3 او حتى 4 هيقعد برضو بنفس قرمشته. بس امشوا اهم حاجة على المقادير بالظبط، ان شاء الله هيطلع معاكم مظبوط. ولو اول مره تشوفوني يا ريت تدوسوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. ويلا بينا بقى صلي على النبي كده ونبتدي في وصفتنا بمقاديرنا السهله جدا. مقاديرنا عباره عن: معايا هنا كوبايتين من الدقيق، عليهم كوبايه ونص من الميه، عليهم ربع كوبايه من الزيت، و3 بيضات وفانيليا، ومعلقه صغيره من النشا، ومعلقه كبيره او معلقه وسط كده من السكر. تمام. النشا هنا برضو اختياري، ممكن تضيفيه ممكن لا. انا هنا ضفت معلقه صغيره بس على كوبايتين الدقيق، ما كترتش من النشا. هنحط كل المكونات الجافه الاول خالص مع بعض. حطيت هنا كوبايتين الدقيق، وهحط عليهم معلقه صغيره من النشا. تمام. وكمان حطيت رشه الملح واديتهم تقليبه. بعد كده في حله على النار بقى حطيت كوبايه ونص من الميه بنفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها الدقيق. حطيت عليهم ربع كوبايه من الزيت ومعلقه كبيره من السكر، هقلبهم كويس قوي وهستنى لغايه لما الميه تغلي. تمام. ما ضفتش اي حاجه تاني، هي الميه والزيت ومعلقه السكر بس كده. هستنى على الميه لغايه لما تغلي. اول ما تبتدي تغلي كده اهو معايا زي ما انتم شايفين، هنزل على طول بالمكونات الجافه اللي هو الدقيق والنشا ورشه الملح. وهفضل هوطي النار بقى في اللحظه دي، هوطي النار خالص، وابتدي بمعلقه خشب كده او سباتيولا، وابتدي اقلب الدقيق كويس قوي لغايه لما تتكون معايا عجينه والدقيق ده يختفي تماما. تمام. هفضل اقلب بنفس الطريقه دي اهو. الدقيق بدأ يختفي معايا. اول ما الدقيق ما يختفي معايا خلاص كده هشيل العجينه من على النار، وهبتدي ابردها بعيد عن الرخامه. هنا كان خلاص الدقيق اختفى واتكونت معايا عجينه لينه كده. اخدتها بقى على الرخامه وابتديت اقلب فيها بالمعلقه الخشب كده لغايه لما تبرد تماما، عشان عايزه ابتدي اعجنها بايدي. تمام. هنا كده انا ببرد العجينه. هنا كانت بردت بقى شويه، خلاص هشيل بقى المعلقه. تمام. وهبتدي اشتغل بايدي. بس كده كده انا شلت المعلقه خلاص. وهنا ابتديت اعجن فيها شويه كده بايدي. تمام. هنا العجينه خلاص لمت معايا تماما. شايفين العجينه طريه ازاي؟ بس كده اول ما الاقيها بردت تماما خالص، اروح جايبه البيض، هنزل عليه بالفانيليا وهقلبه تقليبه كده بسيطه. اهم حاجه البيض في اللحظه دي ما تنزليش بيه كله، انزلي بشويه شويه او ببيضه بيضه، عشان خاطر يعني يتجانس مع بعض، البيض يدخل في العجينه كويس قوي. نزلت بشويه شويه بشويه الاول، وفضلت اعجن فيها وادخل البيض جوه العجين لغايه لما البيضه اللي انا حطيتها دي تختفي تماما. هروح نازله بشويه بيض تاني، وهكذا لغايه لما اخلص كميه البيض والعجينه تتكون وتبقى طريه معايا وكتله واحده. هنا كانت خلاص البيضه بدات تختفي. هنزل بقى بشويه شويه بيض تاني. يعني انا برضو بعد ما ضربت البيض قسمت البيض على 3 مرات، يعني يعتبر حطيت بيضه بيضه على كميه العجينه بتاعتي. هنا كانت البيضه التانية خلاص اختفت برضو. حابه الخطوه دي تعمليها بالمعلقه الخشب برضو او بالسباتيولا عادي. تمام كده. العجينه خلاص اختفت البيضه التانية. هنا نزلت بكميه البيضه الاخيره.
هفضل اقلب فيها برضو بنفس الطريقة اللي انا عملت فيها البيضتين الاولانيين. هنا بقى اخر خطوة دي هفضل اعجن فيها لغاية لما العجينة تتكون معايا، مش لحد ما البيضة تختفي بس، لا، لحد ما العجينة بتاعتي تبقى لينة وتكونت قطعة واحدة معايا. هوريكم دلوقتي السمك اللي انا بقول لكم عليه او العجينة اللي انا بقول لكم عليها. هي كده العجينة جاهزة معايا، هي دي العجينة اللي انا محتاجاها. تمام، شايفين طرية ازاي؟ تمام. اي قمع بقى عندك، سواء سيليكون، قماش، حتى لو اكياس القمع، اي حاجة. انا كان عندي القمع ده، واستخدمت شكل القمع اللي انا وريته لكم دلوقتي. وهنا ابتديت ادهن بايدي كده بالزيت من جوه في القمع عشان خاطر العجينه تنزل معايا بسهوله. تمام. حطيت بقى شويه عجينه، ما تحطيش عجينه كتير عشان تتحكمي في القمع بتاعك. شايفين نزلت بسهوله خالص. تمام، على زيت بقى بارد، انا لسه ما ولعتش على الزيت. هنا زيت غزير، بتنزلي في الزيت بارد تماما مش سخن. بتنزلي بقى بالمقص او بايدك. تمام، انا هعمل لكم كام واحده بالمقص كده، بعد كده هشتغل بايدي عادي. اهم حاجه تحطي المقص في الزيت. تمام، وبعد كده بتقصي الحجم اللي انت حباه، بس انا حبيت اشتغل بايدي، انا بس عملت لكم كام واحده كده بالمقص اهو، شايفين؟ بس بعد كده هشتغل بايدي بقى. هنا بقى في حاجتين، ممكن تحطي على صينيه، تعملي الكميه كلها على صينيه وبعد كده ترصي في الزيت، او ممكن تحطيها في الزيت على طول زي ما انا عملت كده دلوقتي، براحتك خالص. تمام، اهم حاجه الزيت يكون بارد ويكون غزير. تمام، بلح الشام بيبقى كده عشان يطلع معاكي مقرمش. هنا ولعت بقى النار تحت الزيت، خليت النار وسط. انا مش عايزاها ان هي تبقى عاليه عشان ما يحمرش بسرعه ويبقى طري او ني من جوه، تبقى عجين من جوه. لا، انا عايزه النار وسط، هادي وسط كده، مش هاديه قوي ولا عاليه قوي، تبقى وسط عشان خاطر البلح الشام بتاعي ياخد لون كويس ويستوي من جوه كمان ويبقى مقرمش معايا. تمام، شايفين بلح الشام بدأ ينفش معايا ازاي ويطلع فوق؟ انا في اللحظه دي ما بقلبهوش خالص دلوقتي خالص لغايه لما يمسك نفسه، عشان خاطر الرسمه بتاعت بلح الشام ما تروحش مني. اهم حاجه ما تجيش يمته خالص غير لما يمسك نفسه. هنا كان خلاص مسك نفسه ونفش كمان، عشان انت لو قربت عليه وهو عجين وقلبتيه قبل ما يمسك نفسه، النقشه بتاعت البلح الشام او الرسمه بتاعت البلح الشام كل ده هيروح منك ومش هيبقى شكله بلح شام اصلا. خلاص، اول ما يمسك نفسه كده، شايفين؟ بديله، بفضل اقلب فيه كده عشان خاطر كله ياخد نفس اللون، كل الجوانب تاخد نفس اللون. لكن لو سبتيه على جنب واحد بس فترة طويلة هياخد لون اكتر من الجوانب التانية، وهتضطري تطلعيه برضو وهو ابيض من ناحية ومحمر من ناحية. فهنا في اللحظة دي بتفضلي تقلبي فيه لغاية لما ياخد اللون كله. تمام، واحد. هنا كان خلاص بدأ يحمر اللون اللي انا محتاجاه. شايفين شكله اهو كده كان خلاص؟ شايفين؟ حلو جدا. اول ما بتطلعيه شربات يكون بارد. الشربات انا عاملاه قبليها بيوم، كوبايتين من السكر عليهم كوبايه ونص من الميه عليهم نص ليمونه وفانيليا، وسبتهم يغلوا لمده 10 دقايق على النار، وخلاص كده كان الشربات معايا جاهز، وسبته في التلاجة. تمام، يوم كامل عشان يبقى ساقع. الشربات عندي بيبقى تقيل عشان خاطر بلح الشام بتاعي ما يطراش. بعد كده بنزل بالبلح الشام، اول ما اشيله من على النار بنزله في الشربات وهو سخن، بسيبه لمدة دقيقة في الشربات. بعد كده بطلعه في مصفى. تمام، عشان خاطر ينزل الشربات الزيادة وما يبقاش طري معايا. تمام، يبقى مقرمش معايا. هنا ابتديت اصفي فيه كده وحطيت مصفى جنبي، وابتديت ان انا احط فيه بلح الشام. هو في اللحظة دي اصلا كان مقرمش. تمام، طبعا انا كنت مطفيه اول ما شلت الدور الاولاني طفيت على الزيت.
تماما لغايه لما حطيته في الشربات وكده عشان يهدى شويه. هنا كنت طفيه النار والله، بس هو كان سخن برضو يعني كان دافي، فابتديت انزل فيه كميه البلح الشام التانية، وكان برضو مقرمش وما كانش طري ولا اي حاجه. تمام. اول ما انا بطفي النار لغايه لما بقطع البلح الشام بتاعي، بعد كده بولع النار بخليها وسط. هنا كنت خلاص قطعت الدور التاني بتاعي، هسيبه برضو يحمر. هنا هولع النار كده، ولعت النار وهديت عليها خالص، يعني خليتها وسط، ولا هاديه خالص ولا عاليه خالص، وسط كده. ومش هقرب منيها خالص غير لما البلح الشام يمسك نفسه، وهبتدي اقلب فيه. هنا كان خلاص مسك نفسه، شكله كان حلو قوي، وكان ريحته كمان كانت ريحته جميله. ريحه الحلويات كده، بلح الشام والقطايف والزلابيه وكنافه، يعني الريحة دي في البيت حلوة كده، يعني جو رمضان، بتحسسك بجو رمضان الحلو كده. اعمليها وفرحي اولادك، جميلة جدا وسهلة خالص، ما خدتش اي وقت معايا خالص. تمام. العجينة كمان مقاديرها متوفرة ان شاء الله في كل بيت، يعني دقيق ومية وشوية زيت واعمليها. ممكن تستغنى عن النشا، تمام عادي جدا. هنا بقى برضو حطيته في الشربات وسبتها بتاع دقيقة كده، فضلت اقلب فيها دقيقة، وبعد كده طلعتها في المصفى. هعمل الكمية كلها بنفس الطريقة دي. شايفين اللون ده؟ انا ما بغمقهاش عن كده. في ناس بتحب تغمقه عن كده، براحتكم، بس انا حبيته كده عشان ما ينشفش زيادة عن اللزوم. البلح الشام لو نشف زيادة عن اللزوم ما بيبقاش حلو، هو في نشفان كده بيبقى معقول. تمام. مقرمش كده معقول، وفي نشفان بيبقى مش حلو. شايفين شكله ولونه؟ بس بعد كده بتقدميه بقى بالطريقه اللي انت حباها. انا قدمته في طبق زي كده بالشكل ده، كان شكله جميل جدا، وكان كمان لونه حلو قوي، وكان مميز، وكان ريحته جميله. هفتح لكم واحده دلوقتي وهوريها لكم. شايفين شكله؟ شكله جميل جدا، النقشه بتاعته كمان حلوه قوي. تمام. شايفين؟ مقرمش وجميل. جربوها بنفس المقادير دي، وان شاء الله ان شاء الله هتظبط معاكم. ولو جربتوها قولوا لي رايكم في التعليقات، ظبطت معاكم ولا لا. شايفين من جوه؟ شايفين شكلها من جوه حلو قوي ازاي؟ بجد جربوها وان شاء الله هتعجبكم. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو، وتشتركوا في القناه، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل وصفاتنا اللي احنا بنعملها مع بعض.